انتهز فرصه كون بحذايا سي فوزي باش نقول البارح نائب سي نعمان الفهري موجود هنا، بدا الكلمه نتاعو قال فما زميل يقصد زميله هو قال راهو ما فماش داعش في تونس، حب نعلموا بحاجه راهو وزاره الداخليه ما قالتلناش اللي فما داعش، ومارينا الصحافي مشى عمل تحري جدي وجا قال عندنا داعش، ما عندناش داعش، عندنا مجرمين كيما داعش واخطر من داعش، ممكن اما راهو ما عندناش داعش، وسننتصر عليهم بالحقيقه وبالعدل مش بتزييف الحقائق، وكي يبدا حزب داخل الحكم الاصل كون يفركس على وضع باهي في تونس، تو يعطي على روحه تونس فيها داعش، ما لا يا سويح ما تجيوش خاطر داعش، ما عندناش داعش، موجودين في سوريا وفي العراق، تواجدوا في الشقيقه ليبيا وان شاء الله يخرجوا منها ويقع القضاء عليهم في اقرب وقت، تونس ماهيش بلاد داعش وما يدخلوش بقدره ربي وما نغلطوش التوانسه في المعارضه كي نغلطوا نفهموه، واحد في السلطه ويحب يغلط الناس ويوحي بصوره سيئه على تونس، الحقيقه هذه مش سياستنا نحن ونتمنوا الاحزاب الاخرى كيف موضوعنا ما نعمل ملاحظه سي محمد، انت قلت ما فماش داعش، يمكن الكل مانيش باش نطول في الموضوع، نقطه الاستفهام كلها تفسيرنا لكلمه داعش، وقت اللي نشوفوا في تونس فما ناس يرفعوا في رايه لا اله الا الله، وقت اللي نشوفوا اليوم في الجوامع نتاع تونس مازال فما العلامات نتاع الناس هذوما مثلا، يعني نجموا هذا هو نجموا احنا نفسروه بالطريقه هذه، يمكن هو التفسير الكل من المنطقه هذه. ما معنى داعش؟ داعش هو تنظيم دوله اسلام في العراق والشام، خلينا نتفقوا، هذا تنظيم ماهوش موجود في تونس، علاش الشوه؟ سامحني كان موجود مش موجود من انه يكون موجود، اصدار الشريعه موجوده مش موضوع، جات لي استراحه نحب تفاعل سريع في الموضوع هذا، تفاعل سريع ماهوش هو الموضوع، نحكيو على لا بربي تفاعل سريع، تعليق على اللي قالوا البارح سي محمد بما انه سي نعمان تجبد الحزب اسم الحزب، لانه خلينا نوضحوا ما يسالش تفاعل سريع. شوف داعش فما تنظيم اسمه داعش، في التنظيم هذا داعش فما 4000 تونسي منخرطين فيه في سوريا والعراق، 4000 ومشاو في فتره حكومه الترويكا، هذوما ما مشاوش توا، مشاو من وقتها. هالعباد هذوما اليوم دعوات علنيه للجهاد، بدعوات علنيه للجهاد، في دعوات بالمساجد، وصارت في وقت حكومه الترويكا، الحكومه اللي ساندها سي محمد عبو في وكان سندها وخرج منها ولكن الاشكال شنو؟ اليوم اللي ثم دوله اسمها دوله العراق والشام بالطبيعه الدوله الاسلاميه، وثم فكر اللي هو يهيئ الدواعش، علم داعش رفع في مناطق من الجمهوريه التونسيه، رفع علم داعش، وهذا علاش فما فكر وراه وفما تفكير وراه وفما دعوات في المساجد اليوم اللي تدعو لهذا الفكر الجهادي التكفيري، هذا اللي لا تنم بالطبيعه الى ثقافتنا والى حضارتنا والى ديننا باي صله، ولكن لابد من التنبيه على الاخطار هذه، وهذا ربما كان الاصل نتاع التدخل نتاع سي نعمان الفهري.